سألت نفسك قبل كده ازاي ممكن تشتغل في مجال الاتش ار وانت ما عندكش خبرة؟ ما تقلقش، مش لازم اصلا تكون بروفيشنال من اول يوم. كل اللي محتاجه انك تتعلم، تتطور، تعرف ازاي يبقى عندك خبره في المجال. احنا عندنا في دبلومه الاتش ار المخصصه للزيرو اكسبيرينس او اللي عنده خبره في المجال وعايز يطور من نفسه، هتعلمك كل حاجه في الاتش ار بشكل كامل، من اول تعريف اداره الاتش ار لحد ازاي نقدر نقيم الموظفين في الشركه. كل ده بيتم من خلال 50 موضوع كاملين على مدار 70 ساعه تدريبيه. وهنا احنا مش بنتكلم على انهم مجرد عدد ساعات، لانك هتمر معانا ب5 مراحل. 1، دراسة كل موضوع والتطبيق عليه بتاسكات عملية. 2، هتقدر تمارس وتتعلم كل مهارات الاتش ار بطريقة عملية 100%. 3، هتعمل أكتر من ورك شوب هتقدر تأهلك للشغل من 7 سيشن. 4، في نهاية الدبلومة بيكون عندك مشروع تخرج كامل ومعتمد لكل شغلك في الدبلومة. وحابة أقولك إنك بعد المرحلة دي أنت كده اتعلمت، طبقت، اشتغلت بإيدك عملي وعملت مشروع تخرج. السؤال هنا، هل أنت كده جاهز لشغل الاتش ار؟ الإجابة أيوة طبعا، لكن إحنا مش عايزينك زيك زي أي حد، وعشان كده ويل بتكمل معاك الرحلة. بتكون معانا في التدريب جوه الشركة بعد الدبلومة علشان تكون جزء من الاتش ار تيم وتطبق كل اللي اتعلمته في الدبلومة، لكن المرة دي على أرض الواقع وعلى موظفين بالفعل. ودي بقى المرحلة ال5، لكن مش الأخيرة، لأنك حتى بعد ما تتخرج وتتدرب وتشتغل مش هنسيبك لوحدك. فريق ويل هيكون سبورت معاك خطوة بخطوة عشان لو واجهك أي صعوبات في كاريرك ما تبقاش لوحدك. وكل ده انت ممكن تعيشه وتجربه سواء اوفلاين من مقر الشركة او اونلاين لايف من اي مكان. في كل الرحلة دي هنكون معاك خطوة بخطوة، واكتر حاجة هتفيدك ان احنا هنا في التيم كلنا اتش ار، في اي سؤال هتسأله في حد متخصص هيرد عليك، بداية من لما تبعت لنا دلوقتي لحد ما تتعلم وتتدرب وتتخرج وتشتغل. عشان تكون جزء من التجربة دي وتبدأ حلمك، ممكن تبعت لنا دلوقتي وفريق ويل هيتواصل معاك عشان يرد عليك في كل استفسارات. طريق جديد ندعمكم فيه.